مبدئيا كده congratulations لأي حد دخل كلية الصيدلة، وبالذات بقى لو ان سفينكس يونيفرسيتي. حقيقي هي كلية محترمة والتعامل فيها محترم جدا والدكاترة يتشالوا فوق الراس. تعالى اقول لكم اول ترم هيبقى عبارة عن ايه، افهمكم واحدة واحدة الدنيا بداية عن ايه، وده الفيديو ده للدفعة الجديدة. ويلكم بيكم. اول حاجة الترم الاول هتاخدوا 9 مواد. تمام، 9 مواد دول هتحضروا في الجامعة فيهم 4 ايام. الاسبوع 7 ايام هتحضر فيهم 4 ايام في الجامعة. حلو حلو. من الساعة 9 للساعة 5 معظم ايامك هتكون من الساعة 9 للساعة 5. فافطر كويس والنبي وانت رايح عشان بلاش اقول. تعال ندخل في المهم. هيكون عندك مواد ايه في الترم الاول؟ هيكون عندك اول حاجه الاورجانيك او الكيمياء العضويه. الاورجانيك او الكيمياء العضويه ديت شبه، عارف الباب الاخير في الكيمياء اللي انت سبته في ثانويه عامه؟ جالك تاني بقولك بص انا وراك، بس يعني مختلف حبتين، لان انت هتتعمق اكتر في البنزين وتفاعلات البنزين. يعني نفس الباب الاخير بتاع الثانويه العامه بس زياده عليه او اوسع حبتين. اكيد مش هيكرر لك نفس اللي انت اخدته، هيكرره لك بس بتفتح اكتر وبزياده عليه اكتر. تاني ماده وهي الترمينولوجي ديت يعتبر هي اسهل ماده فيهم، لكنها اهم ماده فيهم. دي عباره عن ايه؟ عباره عن مصطلحات طبيه، يعني لغتك اللي انت هتتكلم بيها كدكتور، فلازم تخلي بالك من المادة ديت وما تركنهاش. هي بتبقى عبارة عن ايه؟ زيها زي الانجليش، زيها زي الفرنسي، زيها زي الالماني، كلمات وبتحفظها. تمام، كلمات وبتحفظها ومهمة جدا. دي اللغة اللي انت هتتكلم بيها باقي سنين الدراسة. تمام. تالت مادة معانا وهي الاورينتيشن يعني ما تستصعبهاش. حقيقي انا لميتها ليله الامتحان والحمد لله جبت فيها بامتياز. فالاورينتيشن دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم اللي هو زي شكل الادويه. هو ده في تابلت، يعني ايه تابلت، يعني ايه كبسول، يعني ايه شراب، يعني ايه معلق، يعني ايه مستحلب، يعني ايه ايمالشن ومش عارفه ايه. هتتكلم معاك في اشكال الادويه. بعد كده الماده الرابعه وهي الاناليتيكال بقى بالنسبه ل جنرال انت هتاخدها في اولى وفي تانية ومش عارفه مكمله معاك ولا لا. لكن بالنسبه لكلينيكال احنا هناخدها في سنه اولى بس. الحمد لله سنه تانية هنقول لها باي باي، مش هنشوفها تاني. انت اخر معاملتك معاها سنه اولى الترم الاول والترم التاني، لكن مش هتاخدها خلاص تاني في تانية ولا بعد كده مش هتاخدها تاني خلاص. وهي ماده، عارف الباب التاني اللي في الكيمياء التحليليه اللي كان بيتكلم عن العناصر والمش عارفه ايه وتحليل العناصر؟ الباب التاني هو الباب التاني بالظبط بس اوسع، كل حاجه اوسع. اكيد مش هيعيد لك نفس اللي انت اخدته. وحقيقي هي ماده ما تفهمهاش هي عايزه تحفظ ولا تتفهم، لا هي عايزه الاتنين. لازم تبقى فاهم وحافظ، وما تعتمدش على الفهم بس عشان هتضيع، وما تعتمدش على الحفظ بس عشان هتتشلوح. والاورجانيك كذلك لازم تتفهم وتتحفظ، والترمينولوجي حفظ، هي حفظ. والاورينتيشن ممكن تمشيها ان هي 90% منها حفظ. اوكي. بعد كده عندك السيل بيولوجي دي هتنقسم عندك لمادتين هتمتحنهم مع بعض، ودي هيبقى ليها امتحان عبارة عن ورقتين، واحدة هيستولوجي وواحدة بايوكيمستري، لكن هما الاتنين في الاخر بيتضافوا على بعض. الهيستولوجي ده جزء من طب، والبايوكيمستري ما تخافش البايوكيمستري نفس الباب الاخير في الاحياء ثانوية عامة، اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه والتناسخ ودورة كريبس ومش عارفة ايه، هو بزيادة عليه. تمام. بعد كده عندك ماث. والله لا أدري لماذا نحن نأخذ ماث، لكنها موجودة، مادة موجودة. هتستصعبها لأن أنت علم علوم، بس مشي حالك، حاول تحضر وتفهم وزق الدنيا. بعد كده عندك انجلش ده على حسب بقى انت انجلش 0 ولا انجلش 1، هل نجحت في اختبار الانجلش ولا لا قدر الله سقطت. والموضوع بيبقى سهل والله، هو مش انجلش هتحس ان انت هيدرسوك انجلش امريكا، لا هو انجلش عادي. يعني اذا ما كانش انجلش 0 هيدرسوا اللي هو الاسم والفعل ومش عارفه ايه كانك في كي جي 1 وانجلش 1. والله الموضوع برضو تافه، فما تستصعبش الدنيا لذيذه ان شاء الله. انت لسه في اول سنه بيزقوك، يعني بيجرجروك كده في الاول، جرجرتك من خيبتك خدارتك. في سنه اولى انت بتتجرجر فواحده واحده، ما تستعجلش على الغلب، كده كده هتشوفه. طيب بعد كده عندك هيومن رايتس دي اصلا عباره عن ماده بالعربي هتذاكرها ليله الامتحان وهتجيب فيها تقدير. اذا ما كانش لو الدكتور بتاعكم بينزل لكم بنوك، ذاكر البنك والامتحان كله هيجي من البنك.
هي مادة عربي ولا تضاف، هي لا تضاف او تضاف، هي والانجليش. والله في جدل على الموضوع، في يقال ان الانجليش والهيومن رايتس في اخر لما تيجي تتخرج هيتشالوا من الجي بي اي بتاعك، وفي ناس بتقول لا هيفضلوا. فالله الله اعلم، انت اعمل اللي عليك وذاكر وجيب تقديرات كويسه، لعل وعسى يفضلوا في الجي بي اي. هو انا مش عارفه ازاي نسيت ماده جباره او مفتريه زي ديت، ميديسينال بلانت او البوتاني. ديت ماده تتكلم عن النباتات اللي انا بستخدمها طبيا، واسمها ايه وعيلتها اسمها ايه وشكلها ايه تحت الميكروسكوب، والعناصر المميزه ليها، الكي إيليمنت اللي فيها وكده. فدي ماده مهمه وكلها حفظ، معتمده 100% على الحفظ، فاوعى تراكمها بالله عليك، مستحيل تلمها ليله امتحان. انت كنت لسه قايله لي من شويه ان انا هحضر من الساعه 9 الصبح للساعه 5. انا هروح، هل هذاكر ولا هصلي ولا هنام ولا هعمل ايه بالظبط؟ انت هتعمل كل حاجه. المفروض ان انت هتروح، مفروض يعني ان انت هتصلي وان انت هتاكل وان انت هتستحمى وان انت هتنام وان انت هتذاكر. الموضوع صعب، بس لو الكليه نزلت البي دي افات على طول، مش مطلوب منك غير ان انت تقراهم بس. لسه هيفيد معاك 3 ايام اجازه، ما هو الاسبوع 7 ايام، هتحضر 4 ايام، هيفضل 3 ايام. هنا بقى انت عندك 9 مواد. اذا ما كانش الانجليش والهيومن رايتس والماس يعني حطهم على جنب شويه، مش مهمين بزياده يعني، اللي هو ايه، انت فاضي روح ذاكرهم، زهقان من المواد التانية روح ذاكرهم، لكن ما تدهمش الاهميه، ما تدهمش اكبر من حجمهم، تمام؟ فهيفضل معاك باقي المواد. عندك 3 ايام، حاول تقسم ايامك على حسب الماده اللي انت بتحبها والماده اللي انت بتكرهها. ابدا بالماده اللي انت بتحبها وخلص فيها جزء عشان تفتح نفسك، واللي هو لا ان شاء الله هكمل لسه فيا حيل. بس 3 ايام دول حاول تقسم فيهم المواد وتذاكرهم. انت لما ترجع من الجامعه حاول تقراهم بس، مش هيكون فيك حيل ان انت تذاكر حاجه. لو عندك يعني عاش وبطل وكمل وزي الفل، وهنشوفك مرتب على الدفعه ان شاء الله. بس لو مش قادر ما تضغطش على نفسك، اقراهم بحيث ان انت ايه يعني ما تنساش الدنيا. ولو انت بتسجل زي ما ورا الدكاتره يعني، عشان لو في بعض الدكاتره ما بتحبش الموضوع، فلو قفشوك هيشلوحوك، ماشي؟ وبالنسبه بقى الشائعه المنتشره وسطيكم ان اول اسبوع مش مهم واول ترم مش مهم واول سنه مش مهمه، نفسي اشوف مين اللي قال الاشاعه ديت واقتله، لان حرفيا اهم حاجه بدايتها انت مرحله جديده، دراسه جديده، مكان جديد، ناس، كل حاجه جديد في جديد، فانت طبيعي لازم تهتم بكل حاجه عشان تفهم اصلا انت فين وانت بتعمل ايه. وبالذات اول اسبوع في الجامعه، اول اسبوع في الجامعه بيعرفوك البدايات، لازم تبقى متعلم الف ب عشان تعرف تقرا. ما هي دي الف ب اللي هيعلموها لك في اول اسبوع في الجامعه، فانت ضروري تحضر. نسيت اقول لكم، حاولوا ما تنغمسوش قوي في فكره ان انتوا ما جبتوش مجموع في ثانويه عامه، وان انتوا ما جبتوش كليه حكومي، وان انتوا مش عارفه ايه، وان انتوا فاشله ودخلتوا بالكليه خاصه، ولا بلا 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 كلام الناس ده اللي مفيش منه اي ستين لازمه. عايزه اقول لك ان الترم الاول مهم جدا، وتقدير الجي بي اي في الترم الاول مهم جدا، فاطلع من قوقعتك الحزينه ديت وتقبل البيئه اللي انت بقيت فيها وخلاص. يعني حب المكان وحب الناس وحب الكليه، لان هي خلاص بقت حياتك. فتقبل الموضوع بدري بدري، وبلاش تبقى في القوقعه دي كتير عشان ما تندمش بعدين. فبالتوفيق، ويلكم بيك في فارماسي يونيفرسيتي يا دكتور. بس باي باي. فو انت بقيت دكتور، يالا.